السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طالما وصلك الفيديو يا صاحبي ما تنساش تخبط اللايك المتين، ولو مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا إن شاء الله أول بأول. ويلا هنتكلم النهارده على الجولة الخامسة ونصايح الجولة الخامسة من فانتسي البريمير ليج. طبعا لسه الجوله الرابعه منتهيه النهارده، والجوله الخامسه تبدا كده بسرعه يوم الثلاث. هتبدا الجوله الخامسه ان شاء الله. هنتكلم عن الجوله الرابعه كده، الخوازيق بتاعت الجوله الرابعه سريعا، وهننتقل الى الحديث عن الجوله الخامسه والتشكيله الافضل من وجهه نظري للجوله الخامسه. الجوله الرابعه انتهت، بس في البدايه حاببكم تشاركوني في التعليقات، كل واحد يقول لي جاب كام نقطه في الجوله الرابعه، والتشكيله اللي داخل بيها الجوله الخامسه مين، ومين الكابتن بتاعك، يعني ايه، تفاعل كده معانا ايه وظبط الدنيا معانا. ونبدا ان شاء الله على طول الحديث عن خوازيق الجوله الرابعه. اشهر خازوقين مثلا في الجوله الرابعه هنتكلم عنهم تحديدا هو محمد صلاح ليفربول وخيسوس ارسنال. محمد صلاح في الجوله الماضيه زي ما احنا عارفين، بالرغم من فوز ليفربول ب9 اهداف مقابل لا شيء على فريق بورنموث، ولكن صلاح كان حاضرا غائبا في هذه المباراه، لم يسجل ولم يصنع، وخرج بلانك في مباراه كان الجميع يتوقع ان صلاح يعني هيعمل فيها حاجات كتيره جدا. والدليل على كده ان هو كان الموست كابتن في الجوله دي بتقريبا حوالي 3 مليون، اكتر من 3 مليون مدرب كابتنه محمد صلاح، ومحمد صلاح طلع بلانك، وده كان الخازوق الاولاني. ومع ذلك اصبروا على محمد صلاح. تاني انا بقول اصبروا على محمد صلاح. محمد صلاح يعني لعيب تقريبا هداف الدوري الانجليزي في اخر 4 مواسم. لسه الدنيا مش راكبه، لسه كمان زي ما قلت ساديو ماني مأثر على الاداء الهجومي لفريق ليفربول. نص الملعب لما يتظبط يعني الدنيا هتبقى افضل شويه. وكمان محمد صلاح انا متاكد ان هو هينفجر، ولما ينفجر محمد صلاح محدش هيعرف يوقفه. ننتقل الى الخازوق الاخر وهو جابرييل خيسوس، اللي بيبلانك الجوله الثانيه على التوالي. برضو كان هو رقم 2 في الخيارات الاعلى من حيث الكابتنه بعد محمد صلاح. كابتنه او اعتمد عليه في الكابتنه اكتر من 2 مليون مدرب، وخذلهم برضو ببلانك في الجوله الرابعه. برضو كانت جوله سيئه بالرغم من فوز فريق ارسنال بهدفين مقابل هدف على فريق فولم. دول كده كانوا اشهر خازوقين في الجوله الرابعه. ننتقل بقى الى الجوله الخامسه. هتكلم في نصيحتين كده وثلاث نصايح صغيرين، نقاط كده ان شاء الله هنتكلم فيها سريعا، وبعد كده هننتقل الى التشكيله الافضل من وجهه نظري للجوله الخامسه. وخلي بالك من الروتيشن. الجوله الخامسه جوله الروتيشن، اهم حاجه في الجوله دي. طبعا الفرق لسه مخلصه ماتشات من يومين وهتريح 48 ساعه وتلعب الجوله الخامسه، فكل المدربين اكيد هيعملوا روتيشن. اول نقطه عايز اتكلم فيها في الجوله الخامسه وهي مشكله او فكره الدبل ديفنس. الدبل ديفنس انا اكتر فرقتين بلاقي المدربين بيعملوا منهم دبل ديفنس هو تشيلسي كوكوريلا وريس جيمس، والمان سيتي ووكر وكانسيلو. من وجهه نظري هتكلم خصوصا عن تشيلسي، فكره الدبل ديفنس عن طريق كوكوريلا وجيمس. هم في اخر مباراه هم اللي عاملين الاثنين اسيست لرحيم ستيرلينج، ولكن ما تعتمدش على دفاع فريق تشيلسي الاعتماد الكبير في ظل عدم وجود كانتي يعني بيدي الامان والاطمئنان لدفاع فريق تشيلسي. في ظل عدم وجود كانتي بنشوف محاولات هجوميه كبيره وكتيره على فريق طبعا تشيلسي. فدي حاجه يعني ما تاخدش انت 2 مدافعين من فريق تشيلسي، يكفي واحد بس هو ريس جيمس او كوكوريلا حسب طبعا اختياراتك انت وقناعاتك انت الشخصيه، لكن ما تعملش دبل كابتن. نفس الكلام بالنسبه لكانسيلو ووكر، لا اكتفي بواحد بس ونوع دفاعاتك من اكتر من فريق. عندك دفاع ارسنال كويس، دفاع برايتون كويس، دفاع طبعا المان سيتي، دفاع ليفربول بدا يستعيد العافيه بعد طبعا المباراه الاخيره سجل فيها كمان ارنولد وفان دايك، وصنع روبرتسون هدف من الاهداف ال9. فيعني دي دفاعات تقدر تعتمد عليها، مع كمان انك ابعد بقدر الامكان عن موضوع الدبل ديفنس، ان يكون عندك اكتر من مدافع من نفس الفريق في تشكيلتك. تاني حاجه برضو عايز اتكلم عنها وهي جوندوجان كلاعب انا شايفه ان شاء الله او متوقع ان هو هيتالق في الجوله اللي جايه. جوندوجان في المباراه الاخيره امام كريستال بالاس ما بداش المباراه ونزل في تقريبا في الدقيقه 60 او الدقيقه حاجه و50 تقريبا، فده يدي ان هو كان مريح في المباراه الاخيره.
فيعني بنسبه 90% او اكتر جوندوجان هيكون من خيارات جوارديولا الاساسيه في المباراه القادمه امام نوتنجهام فورست. فجوندوجان يعني اتوقع ان هو هتكون جوله كويسه ان شاء الله بالنسبه له. دي النقطه الثانيه. كده يعني دي نصيحتين سريعتين حبيت اتكلم فيهم قبل ما اخش على طبعا التشكيل الافضل من وجهه نظري للجوله الخامسه. نبدا بقى في التشكيل. حراسه المرمى هختار سانشيز حارس مرمى برايتون، ده كده في حراسه المرمى. حارس مميز، حارس بيعمل سيفز كتير، حارس كمان عنده الكلين شيت، عامل اخر مباراه كلين شيت، وحارس ب4.5 بس، فحارس انا شايف ان هو اختيار كويس قوي. هلعب ب 3-5-2. الثلاثه اللي في خط الدفاع هلعب بكانسيلو مانشستر سيتي. اخر جولتين بلانكو بيطلع تقريبا بنقطه واحده في كل جوله، ولكن كانسيلو برضو من المدافعين الكويسين جدا، المدافعين اللي بيعملوا اسيست بشكل كبير. ممكن يكون بيواجهوا سوء حظ وسوء توفيق في مباراه او اتنين، ولكن كانسيلو دايما من اللعيبه اللي بنراهن عليها في الفانتسي على مدار المواسم الماضيه. اللاعب الثاني هو ريس جيمس، لاعب تشيلسي، برضه مدافع من المدافعين الجيدين جدا. معدلاته في صناعه اللعب معدلات عاليه جدا. اخر مباراه عامل اسيست لرحيم ستيرلينج، برضه واحد من المدافعين اللي انا شايف ان هم هيتالقوا في الجوله اللي جايه ان شاء الله. والمدافع الاخير هو زينتشينكو، مدافع فريق ارسنال، اللي برضه هيكون من ضمن الدريم تيم بالنسبه لي في الجوله الخامسه. ننتقل الى تركيبه وسط الملعب. خماسي وسط الملعب هتكون فيها محمد صلاح. محمد صلاح انا يعني شخصيا هحتفظ بيه الجوله اللي جايه، يعني كفرصه اخيره لمحمد صلاح معايا شخصيا. هحط جنبه دي بروين طبعا لاعب فريق المان سيتي، ومعاهم كمان باسكال جروس لاعب برايتون، ومارتينيلي لاعب الارسنال، ورودريجو واحد من هداف الدوري الانجليزي ولاعب ليدز. هو بلانك الجوله الرابعه، ولكن هيكون من ضمن اختياراتي في الدريم تيم بتاعتي في الجوله الخامسه. خط الهجوم هيكون عندي 2 لعيبه، وهم خيسوس مهاجم فريق ارسنال اللي بلانك برضو الجوله اللي فاتت، ولكن يعني ان شاء الله يكون الجوله دي افضل ويعمل نقاط المدربين اللي هيجيبوه او هيستمروا على خيسوس. والمهاجم الثاني هو توني مهاجم فريق برينتفورد اللي كان برضو بلانك. ده من وجهه نظري الفريق يعني الافضل من وجهه نظري الشخصيه للجوله الخامسه. هنتكلم عن الاربعه الاحتياطيين. هندرسون حارس فريق نوتنجهام فورست، برضه حارس سعره مش كبير، سعره مش عالي، وبيعمل سيفز كتير، وفي الجوله الرابعه صد ضربه جزاء من فريق توتنهام عن طريق هاري كين. ده كده الحارس الاحتياطي عندي في تشكيلتي، او في التشكيله اللي انا شايفها التشكيله الافضل. دي يا جماعه مش تشكيلتي الشخصيه، دي مش التشكيله الخاصه بتاعتي، انا بقول التشكيله اللي من وجهه نظري يعني هي التشكيله الافضل في الجوله الخامسه. اللاعب بعد كده هختار تريبيه، مدافع فريق نيوكاسل. المدافع الاخر هيكون بريزيتش اللي بدا مباراه توتنهام الاخيره في الجوله الرابعه، ما اعتقدش ان هو هيكون خيار اساسي لكونتي في الجوله الخامسه. وطبعا هاري كين مهاجم فريق توتنهام برضو اللي خد المباراه كلها، وما نعرفش هل هيكون في روتيشن لهاري كين المباراه الجايه ولا لا، ده اللي هنشوفه. كده انا خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون حلقه جيده وتستمتعوا بيها. ما تنسوش تشاركوني في الكومنتات جبتوا كام نقطه في الجوله الرابعه، تغييراتك ايه، مين الكابتن بتاعك في الجوله الخامسه، ايه التشكيله بتاعتك في الجوله الخامسه. هستناكم في الكومنتات. اي حد عايز استفسار او عايز يسالني عن اي حاجه في الكومنتات هرد عليه ان شاء الله على طول. اشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير، بس اوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.